السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نشارككم وجبة تاع الغداء تاعي، اللي درت فيها يعني لاسوب بالخضرة. يعني ما كانش اللي ما يعرفش يدير لاسوب. اي خضرة تكون عندك تستعمليها تانيك مع واحد الفطائر اللي راكم تشوفوا. يعني ما نكذبش عليكم هايلين تستعملوهم في رمضان ولا في مناسبة تكون عندكم ولا تقدروا تستعملوهم. كيما راكم تشوفوا هنايا في القدرة تاعنا. حطيت مغرفة تاع الزبدة ومغرفة أيضا تاع الزيت. هنايا أول حاجة نبدا بها نبدا البصل كيما راكم تشوفوا راني مقطعة فيه شرائح، وكيف كيف الطماطم نحيت لها الماء تاعها باش ما تجيش كارصة، وقطعتها شرائح مع شرائح تاع الثوم. نديرهم شوية كيما يقولوا نحمصهم شوية ونضيف الليقوم تاعي اللي راني مستعمله هنايا دايره شويه بطاطا شويه زروديه. انا لفت يعني ما مداريش نديرها لقيت حبيبات في الفريجيدار هي استعملتهم وشويه كورجات. وهنايا كما راكم تشوفوا راني حطيت مغرفه صغيره تاع الفلفل ومغرفه تاع الكركم. وانتي التوابل اللي حبيتي تستعمليهم هنايا استعمليهم. زيدوا نحمصوهم مليح مليح يتقلاو لنا مليح مليح ونمركو. نمركو يعني كيما تشوفيها كيما راكي تشوفي هكا. يعني تغطي الخضرة تاعك خليها طيب كي تشوفيها طابت. بيان سور تجيبي الميكسور وترحيها. وهنا كيما تشوفي لقيتها شويه يعني شويه عاقده. زدت لها شويه الماء بيان سور تكون تنحيتها من النار. زدت لها 6 مثلثات تاع الجبن تاع لافاشكيري وانتي النوع اللي حبيتيه حطيه. كيما راكم تشوفوا راني نشوف فيها هنايا كيما راكم تشوفوا راهي مليحه نحبسلها يعني تضرب. وهنايا من جهه خلاف جبت كاسرونه. جيبي اي حاجه تكون عندك. كانت عندي شويه كبده ماشي بزاف يعني كميه قليله كيما راكم تشوفوا. نحطها يعني واحد ال5 دقائق. يعني حوالي 5 دقائق هكاك. خليها تطيب. يعني يدخلها الطياب وتجبديها هاو كي تديريها قطعيها يعني قطع صغيره. نجيبو هنايا مقله ندير كميه من الزيت. ويكون عندي هنايا البصل اي بصل انا استعملت هنايا البصل الاخضر. وانتي ما عندكش البصل الاخضر استعملي اي بصل قطعيه قطع صغيره وحطيه. هنايا كما راكم تشوفوا راني كما يقولوا نقلي في البصله تاعي. زدت هنايا الاضافه تاع 4 فصوص تاع الثوم. زين نقليهم مليح مليح مع البصل هذا. وهنايا عندي حبة طماطم سكرفجتها كبيرة شوية نزيدها معاهم ونخليهم يزيدوا يتقلاو. وهنايا نجي الاضافه تاع الملح على حساب الرغبه اي واحد في الاكل تاعو كاين اللي يحب المالح وكاين اللي يحب يعني المسوس. هذيك ترجع ليك. هنايا درت مغرفه صغيره تاع الفلفل الاسود طبعا. ونزيد نحرك مليح مليح. وهنايا كان عندي شويه زيتون يعني قطعته شرائح هكذا. زدت ضفته للخليط تاعي. نزيد نقلبه مع بعضه. وهنايا كانت وجدت لي الكبده كنت قطعتها قلت لكم قطع صغيره. هاي اللي كيما راكم تشوفوا يعني صغارين القطع تاعها نزيد نحطها معاها. يعني نخلطها ونطفي ونخليها هاو تبرد. ان شاء الله تجربوهم يعني ملاح لشهر رمضان او جاي ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحه. وهنايا في النهايه زيد ضفت شويه معدنوس ونطفي عليها. وهنايا جبت البول تاعي كسرت 2 حبات تاع البيض. نحركهم مليح مليح. وهنايا رشه تاع الملح يعني ماشي بزاف ما تكتروش لان الكميه صغيره. وهنايا دوبوات تاع الياغورت الطبيعي. واللي ما عندوش الياغورت الطبيعي يقدر يستعمل الحليب. تقدري تستبدلي ليه بالحليب وتحركي يعني ما فيش حاجه اللي يعني تذوب ولا غير تحركيهم يتجانسوا مع بعضهم تحبسي. وهنايا كما راكم تشوفوا حطيت يعني ماشي بواطه كامله تاع ناقصه صبع تاع الزيت.
لابواط بعدا تاع الياغورت ونحركوهم مليح مليح. وهنايا بديت في الخبز المرحي لا شابلور، درت وحده مع يعني مغرفه صغيره ماشي معمره يعني تاع الخميره الكيميائيه. زدت الباطه الثانيه مع استعملت 2 مغارف تاع الفارينه معمرين. وهذه يعني الكميه جاتني يعني كميه صغيره، واللي يحب يديرهم يعني في مول كبير يقدر يضاعف الكميه. لا تحبي تستعمليهم يعني كيما استعملتهم انا في هادو تاع لي طاخت لي ميني طاخت، وفي هادو تاع لي مول هادو تاع لي بابا. هنايا تحطي الكميه صغيره في التحت وتديري الحشوه تاعك في الوسط، وزيدي تغطيهم بنفس العجينه اللي خدمناها. يعني تحطي كميه صغيره في التحت تاع العجينه وكميه تاع صغيره تاع الحشوه هذه باش يجونا محشيين الجوا كيما راكم تشوفوا. هذه هي الكميه اللي جاتني انا في الكميه هذيك. وهاوليك الشكل النهائي تاع لاسوب وتاع الكيكه هذه او الفطيره. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، لانها والله ما داك هايل تستعملوهم في شهر رمضان. يعني كي تحبوا تبدلوا من البوراك ولا تستعملوا حاجه كيما هذه والله غير روعه. هاوليك الشكل الجوا يجيو محشيين، جاو يشهوا. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. نقول لكم بقاو على خير ومع السلامه.